عندي رسالة عايز أوجهها، ممكن؟ لا معلش هقولها برضه. أنا عايز أوجه الرسالة دي، أنا آسف معلش، أنا حتى لو أنت مش عايزني أقول الرسالة فأنا عايز أقول. أم، هو ده الزمالك. مش هو ده الزمالك كأداء، هو ده الزمالك. الناس اللي كانت بتقول هنفوت ومش هنفوت، يا جماعة احنا الزمالك، يا جماعة احنا الزمالك. أفوت إيه؟ هو ده اللعب النظيف. أهو أهو الزمالك يعطل بيراميدز لصالح الأهلي. النهارده مصطفى شلبي جاب جون عالمي الصراحه، عمل وان تو مع عبد الله السعيد، عنب العنب، وقام حاططها في البعيده غارفها للشناوي، الا بيصد ولا بيصد ولا بيرد ولا بيعمل حاجه. وهدف اول لنادي الزمالك في شباك بيراميدز. الغريبه ان انا شفت حفاوه غريبه واحتفالات عجيبه من الاهلاويه بهدف نادي الزمالك مصطفى شلبي. اول مره خلال تشجيعي لكره القدم عموما اشوف جمهور الاهلي بيحتفل بهدف لينا. فكنت حاسس بحاله من الحالات اللي هو ايه ده؟ انتوا كويسين؟ انتوا تمام؟ طبعا بعدها بيراميدز جاب هدف من ركله جزاء احرزه فخري لقاي. احنا عندنا مدافع اسمه احمد مجدي، انا عارف ان هو صغير لسه ولسه شاب صاعد واعد يعني وكده. اشتغل على نفسك يا احمد كتير عشان احنا مش ناقصين، عشان احنا اللي فينا مكفينا يا احمد، عشان مش هتبدا تاخدها من دلوقتي بالمستوى ده. اشتغل على نفسك كتير، جبت جون في نفسك وربنا ستر. عملت علينا ضربه جزاء ودخل فينا جون. تمركزك غلط، بتقف غلط يا احمد. بص يا احمد معلش، انا فهمي في الكوره على قد انت بتقف في الملعب غلط، انت بتاخد المهاجم غلط. يعني انت تمركزك، الوضع بتاعك وانت مراقب المهاجم غلط. فيا احمد فوق وشوف مدرب، مش عيب، شوف مدرب يدربك على المواقف الدفاعيه برايفت بقى، يعني كوتش برايفت. لان كده يا احمد احنا مش ناقصين يا ابني. جماعه احنا عملنا للاهلي كل ما يحلم به اي منافس. جماعه احنا ما لعبناش ماتش الاهلي وانسحبنا من ماتش الاهلي، والاهلي خد الثلاثه بونت بتوع الماتش دول، وثلاثه بونت غيرهم هيتخصموا مننا، فاقصينا نفسنا من المنافسه تماما. كده كده يعني ادي احنا اهلي خد 3 بونت اهو، السلام عليكم احنا ماشيين. قمنا متعادلين له مع المنافس المباشر بتاعه. بص بقى هقول لك انا كده عملت ايه. ماذا لو كنت لعبت ماتش الاهلي وكنت كسبت الاهلي؟ كان الاهلي زمانه دلوقتي مش 69 بونت، لا كان زمانه 66 بونت. طيب حلو. ماذا لو كان بيراميدز كسبنا النهارده؟ كان زمان بدل ما هو الفرق هيبقى 9 بونت بين الاهلي وبيراميدز، كان زمانه هيبقى 4 بونت. يعني انا اديت الاهلي 5 بونت، قلت له اهلي احلى 5 بونت عليك. انتوا تعرفوا ان المفروض انتوا بتستلموا درع الدوري، احنا نستلمه معاكم. احنا النهارده يعني لعبنا ماتش، انا لو بلعب الدوري كله، وخلي بالك ده بغيابات والحارس الاساسي بتاعي مش موجود وهالليله كده كبيره، لو بلعب بالاداء ده بالروح دي في كل الماتشات، طب مين هيقف قدامي؟ عايز اقول رساله لمحمود الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك، ده بقى اللي صاعد واعد. حارس عنده 18 سنه بيشيل ما لا يقل عن جونين او 3 في الماتش النهارده. محمود انت هو انت اهلاوي حوده بعيدا عن اي حاجه، والله الله، بس الله اكبر عليك. يعني انت الله اكبر عليك يا ابني، ربنا يا رب يزيدك و وتبقى مستقبل لحراسه مرمى نادي الزمالك. النهارده بطل محمود الشناوي كان بطلا، تصدى لثلاث او جونين 3 مؤكدين. مؤكد، انا مش بكلمك في اللي هو طلع يمسك عرضيه في اللي هو لا، انا بكلمك في انه شال جونين 3 جونين 3 شالهم ولا كلمة. النهاردة كان بطلا محمود الشناوي وزاد عن مرمى، ولم يشعرنا الحقيقة بغياب محمد صبحي تماما. وتعادل الزمالك مع بيراميدز، وبيراميدز تراجع للمركز الثاني خلاص 69 بونت، نفس رصيد الاهلي من النقاط، ولكن طبعا بفارق الاهداف والمواجهات المباشره اللي الاهلي مسكه رايح جاي في المواجهات المباشره ما بينهم. وبكده الزمالك بيروح للمركز الخامس، وبيراميدز بيتراجع للمركز الثاني، والاهلي مأنتخ في الصداره. في حلقه على اليوتيوب بعد قليل، يعني انصحكم انكم انتم ما تفوتوهاش، لان هتبقى حلقه يعني هتشوفوها. ماشي، سلام عليكم.